حامل او بتستعدي للحمل، خايفه من كلام زمايلك وصحباتك عن اللي بيحصل في الحمل واعراض الحمل؟ تعالي معانا ونتكلم في الاعراض بتاعه الحمل ونقدر نتجنبها ازاي. في اول 3 شهور هي فتره تكوين الجنين، ودي فتره مهمه جدا. اشهر اعراض الحمل اللي بتحصل في اول 3 شهور هو احساس الغثيان. احساس الغثيان الصباحي ده احساس طبيعي بيحصل لكل الحوامل بسبب هرمونات الحمل وارتفاعها في اول 3 شهور. احساس الغثيان الصباحي بيكون سهل تجنبه في الاول عن طريق نظام غذاء متوازن. نظام الغذاء بيتمثل في تقسيم الوجبات، انك ما تمليش بطنك، دايما وجبات صغيره وعلى فترات، يعني تقدري تاكلي 7 أو 8 مرات في اليوم. ويكون الاكل بنهتم بالنواشف، يعني ايه نواشف؟ زي البقسماط، زي التوست الناشف، ونبعد عن الاكل الغير مناسب زي المسبكات، زي السمين، زي الحاجات الحراقه والشطه والمخللات. كل ده هو نقدر نستخدمه عشان نتجنب الغثيان. الجنزبيل من الحاجات اللي بتقلل برضه احساس الغثيان. بنقدر ناخد بعض الادويه تحت اشراف الطبيب. الحموضه بيكون نتيجه ارتفاع وزياده الحامض الموجود في المعده، ده احساس طبيعي في الحمل. ممكن نستخدم بعض الالبان ومنتجات الالبان اللي تقلل احساس الحموضه. وفي الدرجات الاشد نقدر نستخدم بعض الادويه تحت اشراف الطبيب. الم البطن اللي بيحصل مع الحمل احساس طبيعي، سببه انقباضات او حدوث تقلصات في الرحم، وفي درجاته البسيطه مفيش فيه مشكله، ولكن في الدرجات الشديده لازم تراجع الدكتور اللي بيتابع ليكي. حدوث الم بالظهر او الام الظهر من الاعراض الطبيعيه في الحمل، وده بيكون نتيجه شده الاربطه اللي بتكون بين الرحم والظهر. حدوث بواسير او حدوث امساك من الاعراض الطبيعيه في الحمل. حدوث الامساك بيكون تجنبه عن طريق نظام غذاء متوازن فيه نسبه الياف عاليه. تجنب الامساك بيساعدنا بدرجه كبيره جدا على تجنب الخطوه اللي بتحصل بعديه، وهو حدوث بواسير. والبواسير برضه من الاعراض الطبيعيه في الحمل. الدرجات الشديده من الامساك او البواسير ممكن نراجع الطبيب عشان نستخدم علاج مناسب ليه. الافرازات الحمل بتبقى افرازات سائله شفافه ملهاش لون ولا ريحه، وبتبقى كميتها بسيطه. لو بدات الافرازات تتغير بقى يبقى ليها لون او ريحه وكميتها تزيد، لازم تراجع الطبيب اللي بتتابع معاه، عشان ده معناها ان حدوث التهاب ومحتاج علاج. استخدام نظام غذاء متوازن مهم جدا جدا في الحمل لتكوين الجنين ونمو الجنين، وعشان نوصل لوقت الولاده يكون الطفل مناسب ومعافي عن طريق غذاء متوازن فيه نسبه الياف كبيره، فيه نسبه خضار، نسبه فاكهه. نبعد عن الاكل الغير مناسب زي المشروبات الغازيه والدهون الغير صحيه. لازم تراجع الدكتور عشان الفيتامينات والادويه اللي بتستخدميها طول فتره الحمل، ويحدد لك الجرعات المناسبه ليكي. لازم تحصلي على كميه نوم مناسبه يوميا عشان تقلل نسبه الاجهاد ونسبه التوتر ونسبه التعب والاجهاد اللي بتحسي بيها طول فتره الحمل. متابعه الحمل بتكون حسب نظام كل دكتور، بس بشكل عام بتكون في أول 7 شهور كل 3 ل 4 أسابيع، وفي الثامن بتبقى كل أسبوعين، وفي التاسع بتبقى كل أسبوع أو أقل من كده حسب الحالة اللي مستدعية متابعة أكتر من كده. استمتعي بالرحلة. لازم تعرفي إن الحمل فترة مجهدة، بس لازم تستمتعي بيها عشان ربنا يكملك على خير وتوصلي لوقت الولادة وتكوني معافية أنت والبيبي بتاعك.